لو اقترح عليك هذا السؤال، اذكر أعظم وأجمل زوج وإلى 3 مباريات شاهدتهم في تاريخ دوري أبطال أوروبا. قطعا ستذكر المباراة المجنونة التي دارت بين برشلونة والإنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3. الأهداف، الفرديات، الصلابة الدفاعية والقوة الهجومية، هذه كرة القدم التي نحب. في لقاء الذهاب الانتر لم يعد منتصرا ولا منهزما، ولكن كل من شاهد تلك العاصفة الكتالونية، الضغط الرهيب والتحركات المرعبة بين الخطوط، سحر لامين يامال من الجهة اليمنى ورافينا من الجهة اليسرى، كل من شاهد هذا سيقول الانتر نجا وابقى على الحلم حيا الى معركة الاياب. الانتر اثبت بانه يمرض ولا يموت، بل كان صعب المراس رغم خيبته الاخيرة هناك في ايطاليا، وقت اللي خسرنا في مسابقة كأس ايطاليا ضد الجار البيج ميلان، وتراجع للمرتبة الثانية في مسابقة الدوري الايطالي، على عكس برشلونة اللي دخل هذه المباراة اموره مريقلة، متصدر الدوري الاسباني، فاز في كأس السوبر وكأس اسبانيا على حساب الغريم ريال مدريد بالذات. وفوق من هذا كله اللعبة كانت على أرضية ميدانه وقدام جمهوره. كل هذه العوامل تدل على أنه برشلونة أصبح فريق لا يرحم، يستحوذ ويضغط طوال المباراة، وطبعا سبب كل هذا التطور الذهني والشخصية القوية هو المدرب الألماني هانز فليك. في البلاطوات التونسية وقت اللي يبدو يدافعوا على زملائهم المدربين يقول لك المدرب هذا ما عندوش العصا السحرية. ها المدرب الألماني هانز فليك طلع عنده العصا السحرية. هي الشيء اللي عمله في أقل من موسم حتى يصبح برشلونة بهذه الشخصية القوية والعقلية الانتصارية، فريق لا يستسلم ولا يموت، ينهض حتى من قبره ويعيد كتابة المباراة وكأنه هو من كتب السيناريو. في لقاء الإياب والذي سيلعب سهرة الثلاثاء على ملعب الجوزيبي مياتزا في إيطاليا، سيكون عشاق التوقعات قدام زوج خيارات لا ثالث لهما. المنطق يقول عامل الأرض والجمهور وعودة الإنتر لتوهجه وصلابته، ولكن البارسا سحرهم الخاص وفي هذا الموسم بالتحديد. في المباراة القادمة لو المدرب انزاغي يفكر انه يلعب الدفاع كما لعب بالشوط الاول من مباراة الذهاب، حتما سيعاني ضغط رهيب طوال 90 دقيقة، ولو انه حتى لو جرب يخرج ويلعب الهجوم سيعاني ايضا من الهجومات المعاكسة من لامين يامال ورافينيا، يعني هكا ولا هكا حتى لو تأهل الانتر سيتأهل بصعوبة. الانتر في هذه المباراة امام مفترق طرق مهم جدا، يا اما النجاح في اصعب امتحان له هذا الموسم هو التأهل الدورة النهائية، والا ترك بطاقة الترشح لصالح برشلونة والخروج بيد فارغة ويد ما فيها حتى شيء. بالعودة الى طريقة لعب كل فريق، فالانتر مع المدرب انزاغي قوية دفاعيا وماكر هجوميا اذا اراد اللعب على التحولات والخروج بكل سرعة وسلاسة من مناطق. اما برشلونة في هذا الموسم فاصبح فريق ممتع وفتاك في نفس الوقت، قوي في كل الخطوط ويلعب الكرة المباشرة، على عكس فريق بيب جوارديولا موسم 2009 اللي كان يلعب التيكي تاك. طبعا لا احد يقارن بميسي، ولكن لامين يامال وكأنه ولد جاهزا، لم يتجاوز 18 سنة ويلعب بهذا النضج التكتيكي. صراحة ما يفعله لامين يامال شيء استثنائي. الانتر برشلونة مباراة يصعب التكهن بنتيجتها، ولكن المدرب انزاغي إذا أراد التأهل يلزم يحاول يلقى حل لامين يامال، حاول يقص كل الكرات قبل لا توصلوا والضغط على مفاتيح لعب البارسا كيما ديونغ وبيدري. البارسا لو لم يتوج بالبطولة هذا الموسم فلا يلوم إلا نفسه، لأن في الموسم القادم حتما سيعود سيد البطولة ريال مدريد والبعبع الألماني بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بتوهج العادة. لو كان البارسا والإنتر تقابلوا في الدورة النهائية طبعا سأرشح من دون شك كفة برشلونة، لأن مدربهم هو هانز فليك مدرب النهائيات بالتخصص. نعم التاريخ يقول أن المدرب هانز فليك لعب 7 نهائيات في مسيرته التدريبية، فاز في 7 واهمهم كانت ذات الاذنين مع بايرن ميونخ موسم 2020. نيرة زوري بعد خسارته النهائي دوري ابطال اوروبا موسم 2023 ضد مانشستر سيتي، اظن انه اكتسب الخبره واصبح يعرف كيف يحسم اللقاءات الصعبه، وخاصه ان هذه المباراه ستلعب على ملعبه وامام جمهوره، ولكنه اكد البارسا هذا الموسم لا يؤتمن. واخيرا السؤال المنتظر، من سيتاهل؟ توقعي سيعاني الانتر ولكنه سيتأهل. جماهير برشلونة اعذروني، هذا مجرد توقع قد يصيب وقد يخيب، فما هو توقعكم انتم؟ اكتبوا لنا في الكومنتات، والسلام عليكم.